يا متابعينا الكرام، ويا ويلها من فضيحة، يا للمصيبة ويا للمهزلة ويا للكارثة في حضارة الجزائر مجددا. كما شاهدتم في الفيديو السابق متابعينا الكرام، فإن الرئيس الدمية ديال الجزائر اللي هو عبد المجيد حشكم بغى يقلد الملك في الخطاب الذي يلقيه أمام البرلمان. وهذا الشيء ماشي انا اللي قلته، الاعلام الجزائري اللي قالوا لاول مره في التاريخ القصير ديال حضاره الجزائر رئيس الجمهوريه سوف يلقي الخطاب الى الامه بين قوسين، حتى هنا كيقلدوا فيها المغرب، من البرلمان. وكل شيء كتب خبر عاجل، وسائل الاعلام الجزائريه كلها كتتكلم حول الموضوع، وكيصوروا عبد المجيد حشكم داخل البرلمان بالطبل والزماره كيف ما شفنا، وحاول يقلد البروتوكول الملكي في الخطاب اللي كيديروا كل سنه جلاله الملك محمد السادس، كيدير الخطاب بمناسبه افتتاح البرلمان. ناض عبد المجيد حشكم بغى يقلدو وبغى يقلد البروتوكول الملكي، زاد عليه الطبل والزماره اللي شفناه في الفيديو السابق. لكن المهزله، الفضيحه، البهدله، المصيبه الكحله، الطامه الكبرى، ان الخطاب حتى هذه الساعه لم يتم اذاعته في القنوات الرسميه الجزائريه. مع العلم هذه 5 ساعات هما دايرين اللايف، 5 ساعات هما دايرين البث المباشر من داخل البرلمان، وصوروا عبد المجيد حشكم دخل وطبلوا ليه وزمروا ليه وداروا تقليد الاعمى ديال البروتوكول الملكي. في نهايه المطاف الخطاب لم يتم اذاعته حتى هذه اللحظه، وما عرفتش واش غادي يتم الاذاعه ديالو ولا لا. مصيبه كحله. ومن البارح وانتم كتطبلوا لهذا عبد المجيد حشكم انه غادي سوف يلقي خطاب في البرلمان، سوف يلقي خطاب في البرلمان. فين هو الخطاب؟ اين هو الخطاب يا مساخة الوالدين؟ باش نشرح لكم الفضيحه شنو واقع هنا. دابا النظام حضاره الجزائر لا يأتمن عبد المجيد حشكم في انه يعطي تصريحات مباشره على المباشر. ما تيقش في عبد المجيد حشكم انه يقوم بتصريحات مباشره او يدير خطاب على المباشر، خصو يتسجل الخطاب. دابا شوفوا شنو وقع. صوروا عبد المجيد حشكم دخل البرلمان، دار ديك المحاوله البائسه باش انه يقلد البروتوكول الملكي، قطعوا البث غادي يخليو عبد المجيد حشكم يدير الخطاب الفنكوشي ديالو، غادي يديروا ليه المونتاج، وسير غدا ولا بعد غدا عاد غادي تنشر هذا الخطاب. ياك مسخط الوالدين، نتوما بغيتو تقلدوا الملك وتقلدوا البروتوكول الملكي، وقلدوا على حقه وطريقه. ديروا بحال اللي كيدير الملك، كيدير خطاب على المباشر في البرلمان، خطاب مباشر، ما كاين لا مونتاج ولا قطع ولا زيد ولا حيد. هذا ان دل على شيء فهو يدل على ان النظام الجزائري ما دايرش الثقه في عبد المجيد حشكم. النظام الجزائري خايف على ان عبد المجيد حشكم يضحك عليه العالم كيف ما كيدير دائما في التصريحات ديالو. كل مره كيتكلم الا وكتكون هناك شي فضيحه، من امثال تحليه مليار و300 مليون متر مكعب، وكوابيس جورج واشنطن، وتلك الاساطير الخزعبلاتيه اللي كيقولها في كل مره. يعني تبهديله. من البارح وانتم دايرين الحيحه والروينه ومنوض الاعلام وخبر عاجل لاول مره في تاريخ الجزائر الرئيس الجزائري سوف يلقي خطاب من البرلمان، وفاش وصلتوا للحظه ديال الخطاب قطعتوا البث. تخيلوا معايا اللي حتى هذه الساعه مازال ما نشروش الخطاب ديال عبد المجيد حشكم. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على اننا نجاور زريبه ونجاور حظيره. واخا كيحاولوا يقلدونا، لكن كيحاولوا بطرق بائسه وبطرق غبيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ولا تستغربوا متابعينا الكرام، فهذه هي حضارات الجزائر. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم. لذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.